ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل شويه الافكار دي، تنفع في اللانش بوكس، تنفع فطار، تنفع عشاء، حاجات كده لطيفه وظريفه تنفع للكبار والصغيرين. اول حاجه التشيكن ستريبس. انا جبت عيش اللي هو التورتيلا ده، تمام. ودهنته مايونيز، ممكن تحطوا اي صوصات تانية انتوا عايزينها. وحطيت قطع من تشيكن ستريبس. لو عايزين تجيبوها جاهزه وتعملوها او تعملوها انتوا في البيت زي ما انتوا عايزين. ولو عايزين طريقتها اكتبولي في الكومنتات وهعمل لكم فيديو عنها. بعد كده لفيت الرول وفي طاسة سخنة على النار فيها زبدة، سيحتها، حطيت بعد كده الساندوتش بتاعي وضغطته بس بحاجة عشان ايه يتحمص. وده شكله بعد ما طلع. ممكن كمان نحشيه جبنة من جوه زي ده. تمام. تاني ساندوتش معانا وهو العيش التوست بالبيض. اول حاجه جبت بيضتين، ضربتهم مع ملح وفلفل، وفضلت اقلب كده فيهم جامد، وحطيت جبنه. دي جبنه اسمها مفروده او مشلله، بتتباع عند الناس السوريين، ممكن تحط اي نوع جبنه. تمام. وبعد كده حطيت زبده في طاسه سخنه كده على النار. وحطيت البيض عشان خاطر ايه؟ يستوي. تمام. وبعد كده هقلبه على الناحيه التانية. عايزه اقول لكم حاجه بخصوص الجبن. الجبنه الموتزاريلا دي طعمها حلو، شبه شويه من الموتزاريلا يعني. بس فيها طعم مملح اكتر، يعني الموتزاريلا تحس ان ملهاش طعم كده. وده هنا حطيت العيش التوست من تحت، وفوقيه كان البيض. بعد كده حطيت جبنه وروز بيف. ممكن تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها، عايزين تسيبوه كده زي ما هو برضه مفيش اي مشكله. وحركه دائريه كده لولبيه، بنقلبه ونخليه كده. تمام. وده بيبقى شكله نص من نص، هيبقى بقى جواه بقى طبقات العيش والجبنه والبيض. بصوا الجبنه بتسيح ازاي، شكلها حلو. تمام. بس سندوتش مغذي وفكرته مختلفة وجديدة، عشان الأولاد ايه ما بيحبوش سندوتشات البيض، ايه ندخلهم كده جوه الحاجة. تالت سندوتش معانا اللي هو السندوتش بينات باتر، حاجة كده تديهم طاقة. ممكن بداله مربى قشطة وعسل زي ما انتوا عايزين. بس كده. وربع سندوتش ده كان سندوتش مفيهوش اي فكرة، ده جبنة رومي عادية. نيجي بقى للسندوتش الخامس تقريبا. الساندوتش ده بيكون عبارة عن زي الكريب كده، بنقسمه 4. وكل ربع بنحط فيه حاجة مختلفة. تمام. ربع حطيت فيه كاتشب ومايونيز اللي هو الصوصات، ربع حطيت فيه ستريبس، ربع حطيت فيه جبنة شيدر، وربع تاني حطيت فيه روز بيف. بقى شكله كده شبه الكريب، وسخنته على النار لحد ما الجبنة ساحت وواخد قش كده. وبس ده كده كان شكله. بعدين مفيش مانع ان احنا نحطهم شوية كاندي كده وشوكولاتة. وممكن كمان نحط لهم خيار او اي خضار متوفر، واي فاكهه برضو نعملها لهم في شكل كده خلل. كيوي بقى، اناناس بقى، موز، فراوله، اي حاجه. بس كده يبقى لانش بوكس. مش شرط طبعا كل الحاجات دي مره واحده، يعني انا بديكوا افكار. عملنا كده لانش بوكس ينفع للكبير والصغير. ممكن نحط لهم زبادي، سواء بقى بالفاكهة او عادي. ممكن لبن او عصير. انا بديكوا افكار وانتوا تكملوا عليها. لو حابين نعمل تاني بارت 2 من الفكر من الافكار دي، اكتبولي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. باي باي.